السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين بكم في قناتي، قناة أكلات ليبية أم همام. إن شاء الله اليوم ندور مع بعضنا طاجين الكرنب. طاجين كرنب الوردة أو الزهرة كيف ما تسموا فيه، بطريقة سهلة جدا ومبسطة لأخواتي مبتدئات، وطعمته بصراحة خفيف وحلو وصحي. معروف الكرنب صحي طبعا، واللي بالطريقة هذه يحبوه الصغار ياكلوه. حاجة مفيدة وحلوة، وان شاء الله باذن الله تعجبكم كيف يجيك الطاجين حلو ومتماسك وما شاء الله منظر زي ما واضحه عندكم في الصوره. حبيت نوري لكم حتى من جوا. ونبدا بسم الله والصلاه والسلام على افضل خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. نبدا بالمكونات متاعتي. اول حاجه هنا عندي الكرنب، انا نطبخه او نسلقه في ميه وفي رشه عليها رشه ملح ورشه كمون حوت او فلفل اكحل شويه، وانا اخذت وحده كامله، لفة كرنبة كاملة وحدة متاع الزهرة أو الوردة. طبختها صغيرة لكن مش كبيرة. وعندي هنا مكعبات دجاج، وعندي بطاطا مقلية مكعبات، وعندي 4 دحيات وشوية كزبر ومعدنوس أخضر وبصل وثوم. وعندي هنا طبعا الكرنب بعد ما طبختها وصفيتها، طبختها لعند ما طاب كويس، صفيتها وحطيتها في الصينية. هنا نبدأ أول حاجة نقرض البصل، عندي تقريضة عشوائية هيك لعند ما يذبل معايا. مش ضروري نقرضه صغير لأن حيذبل البصل مع في الزيت. وبعد ما يذبل شوية حنحط له الدجاج متاعي، صدر الدجاج اللي قطعتها مكعبات صغار، حنحطها على البصل. طبعا البصل هنا ذبلته في شوية زيت، وبعدين نحط عليه صدر الدجاج متاعي. نبدأ نحرك فيه لعند ما يذبل معايا الدجاج. لما خلاص ينقلى معايا الدجاج ويذبل شوية حنحط نص كشيك كبير، ربع كشيك كبير عفوا فلفل أكحل، ونص كشيك صغير، ونص كشيك صغير ملح وكركم، والطماطم المعجون اللي هو طماطم الحكية، ونص كشيك زنجبيل. وعندي بهارات أو تابل للدجاج، وعندي نص كشيك صغير زعتر مطحون. وعندي هنا الثوم اللي نم بدري درته على حسب الكمية اللي انت تبيها. انا درت كشيك ونص صغير من الثوم، تتبيلته بصراحة سمحة، يعطي الطاجين نكهة حلوة الثوم في الطاجين. ونبدا نقلي فيه في الطاجين بتاعي على الغاز لعند ما هنا الطماطم شوي، ما نحطش ميه لا شيء، نخلي الطماطم يقلي مع الدجاج لعند ما يحول حموضه الطماطم الحكيه او طماطم المعجون، لان في شويه يعطي شويه حموضيه في الوكيل، فنخليه يقلي شويه. وبعدين نحط له ربع كوبايه حليب ميه، طشه ميه شويه هيك فوافيه، يعني ربع كوبايه الحليب العاديه او نص طاسه شاي ميه. نحطها فيها يتبل لي فيها شويه بس هيك الطماطم يتخلط مع صدر الدجاج. واذا كانت بيه حمر واجد الطاجين تاعك فزيد طماطم حكيه واجد. وناخذ هنا صينيه واسعه نحط فيها 4 دحيات متاعتي اللي مدربين الطاجين. وانا الطاجين متاعي صغير تشوفوه، اذا كان الطاجين متاعك كبير زيدي الكميه، زيدي الداحي متاعك. انا حطيت على الداحي متاعي حطيت خل، طبعا خل ابيض نحط ضروري كشيك كبير باش يحول لي الزفار متاع الداحي، لان الطاجين هنا في داحي كميه كويسه يعني 4 دحيات، ففي ناس واجده ما تحبش زفار الدحي فنحطوا لها خل باش تحوله لنا. ونحرك هيك، وبعدين نحرك الدحي، وبعدين نحط عليه نص كشيك صغير ملح، بس هنا ما تكثريش ملح لانك انت في الدجاج حاطه ملح، بس في نفس الوقت ما نبوش الطاجين بتاعنا يقعد صامت، فنحطوا نص كشيك ملح. وهنا فلفل اكحل الداحي ضروري باش ينكها ليا. والناس اللي يحبوا الحار تقدر تحطي البابريكا وهو الفلفل الاحمر مطحون مع صدر الدجاج، وتحطي اذا كانت بتحطي فلفل حار معاه تحطي اللي هو فلفل الاخضر الحار. عموما هنحركه كويس الدجاج متاعي او الدحي متاعي عفوا، بعدين نحط عليه البطاطا ونحط عليه الكزبر والمعدنوس الاخضر، ونبدا نخلط المكونات مع بعضهن. وبعدين ناخذ الكرنب متاعي، هنا الكرنب متاعي ضروري نهرسه شويه. طبعا بعد ما طاب ناخذه ونهرسه نين يقعد عندي ناعم، الملمس بتاعه ناعم. وبعدين نحطه في الطاجين متاعي عفوا في الخلطه متاعي بتاعت الدحي والبطاطا. نهرسه انا باش لما ينقص يعطيني قوام كويس ويتخلط مع الخلطه متاعي، يتخلط في الخليط متاعي. اذا كانت باش تهرسيه زين تقعد تديري هيك حتى بالكشيك، تقطعيه شويه بالكشيك او بالموس على السريع هيك، وتحطيه في الخلطة الدحي متاعك والكزبر والمعدنوس. انا حطيت طبعا هيك هرست انا بالكشيك، خديته وقعدت نهرس فيه، انهرس معي هيك الكرنب بتاعي. نحطه في خلطة الدحي متاعنا، نحول المضرب اليدوي
وانا بس غير عشان انا اضرب بيه الدحي باش تخلط كويس. واذا كان كميه الطاجين عندك واجده او هيك تقدري تحطي تزيدي شويه حليب اذا كنت بتزيدي، وتزيدي دحي اخرى اذا كان الطاجين تاعك كبير. هنا نبدا نخلط الكرنب مع البطاطا والدحي والكزبر، وبعدين نحط عندي خبزه مرحيه اللي هي الخبزه المطحونه، ناخذ منها كشكين او 3 كواشيك كبار من الخبزه المطحونه، نحطها على الخليط متاعي، على الطاجين متاع الكرنب. واذا كان تقدري تديري حتى كشيك واحد او كشيك ونص دقيق، بس انا حطيت هنا الخبزه المرحيه. وبعدين نحط نص كشيك صغير بيكنج باودر، نخلطه مع الخبزه ونخلط الخليط متاعي هنا اللي درناه، الحشوه اللي نحنا درناها، الخلطه اللي احنا درناها عفوا. وبعدين ناخذ صينيه اوسع شوي لاني انا مازلت بنحط الدجاج متاعي، ناخذ صينيه واسعه ونحط فيها الخليط اللي احنا درناه، ونحط عليه الدجاج اللي نحنا تبلناه من بدري او طيبناه قليناه. طبعا كل حاجه طيبه هي مجرد لما تخش في الكوشه نبوها تتماسك بس، يعني مع بعضها الطاجين تماسك. اذا كنت تبي الطاجين تاعك احمر اكثر لونه، لما يطلع لك لونه بزيت احمر، زيت طماطم حكيه واجده، حطي عليه تتبيله الدجاج. وحطي في الطاجين اصلا لما تتبيله الدجاج هذه اللي حطينا احنا صدر الدجاج اللي قلينا، حطي فيها بدل ما نحن حطينا نص كشيك طماطم معجون اللي هو طماطم حكيه، انت حطي طماطم المعجون كشيكين كبار، يعطيكي لون الطاجين اكثر حموريه، لون الطاجين بتاعك احمر، الناس اللي تحب الحاجه اللي لونها احمر اكثر. ونفس ما قلت لك من قبل، اذا كانت تحبيه حار فحطي فلفل الاخضر، فلفل الشطه هذا الحار حطي منه، يعطيكي نكهه حلوه الحاره، الناس اللي تحب الحار. ونبدا نخلطه كويس، نفس ما واضحه عندكم الصوره هيك ان شاء الله. نخلط المكونات متاعتي كويس باش يتخلط معي. اهم حاجه انه هو يتخلط كويس، اللي نحس ان كل حاجه تخلطت مع بعضها، الدجاج تخلط في الطاجين كله مع الكرنب مع الدحي. وهنا بعد خلطته كويس ناخذ نحطه في طاجين. طبعا انا مثل ما قلت لكم الطاجين بتاعي صغير مش كبير، مقدار يعني مش كبير هذا. فانتي تاخذي الطاجين بتاعك، يا تقصي فيه ورق زبده، او اذا كان عندك ورق الزبده تقصيه على كبر الطاجين وتحطي فيه الخلطه بتاعك، او تاخذي تدهني الطاجين بالزيت كله وتلبسيه بالخبزه المرحيه، وتحطي فيه الخلطه بتاعك، خلطه الطاجين بتاعك، طاجين الكرنب. والناس اللي تحب الجبنة نفس ما قلت تحطي فيها جبنة، تخلطي جبنة في الخلطة متاعك حتى تعطيها حلوة، نكهة حلوة. بس أنا انتبهي للملح متاعها، مات الجبنة متاعك تقد مملحة وانتي تحطي ملح واجد يقد لك الطاجين متاعك مالح. فالجبنة تبي طبعا ضيقتها قبل، ان هي في نسبة ملح او واجد او لا. وبعدين تحطي المقدار الملح متاعك باش ما تقعدلكش الطاجين متاعك مالح. نبدأ نوصي فيه بالكشيك نخليه شكله مسطح على مقاس واحد باش يقعد لي الطاجين متاعي. ونقعد نولع الكوشه طبعا من فوق ومن لوطه على حسب كوشتك. انا حطيت عليه 180، خذت مني ربع ساعه بس في سما طاب هو عشان يمسك بس. انا طبعا سخنتها قبل، ولما تسخنيها قبل تحطيها من على الرف الوسطاني ولعة من لوطة بس. وبعدين مجرد هي ولعت من لوطة حمرتها من فوق بس. ما خدتش مني ربع ساعة ان هي طابت، ولاني نام سخنة الكوشة. الكوشة تعتبر على 180 درجة كويسة عالية، مش درجة هادية. وحطيتها نفس ما قلت في الرف الوسطاني. وبعدين لما حسيت اتحمرت من الاجناب معناها هي اتحمرت من لوطة، فحطيتها على الرف ولعت عليها عفوا من فوق. وقبل ما نحطها طبعا هذه حاجة اختيارية، انا رشيت عليها شوية جلجلان وشوية حبة سوداء. واذا كان هو اصلا طاجين بدونهن، بس انا نحب الطاجين تحطي عليه يخلي منظره حلو من فوق، حطيت عليه شوية حبة سوداء هي حبة البركة، وجلجلان اللي هو السمسم حطيت رشيت منه من فوق هيك، وباش يعطيها منظر حلو. بس طعمته حلو هو في الموالح اصلا. الجلجلان والكمون الاسود لما يتخلطوا مع بعض يعطينا نكهة حلوة. وهذه حاجة اختيارية، الناس ما تحبهاش من ضروري تحطها، تخليه هيك او ترشي عليه من فوق. بعد ما طاب بتطلعيه من الكوشة، هو قاعد في الكوشة رشي عليه جبنة مبشورة او اي نوع جبنة عندك. مجرد هي تسيح تطلعيه في سما تسيح طبعا الجبنة، ولا تزيني بالجرجيرين. طبعا التزيين هذا اختياري، او تخليه هيك عادي بدون اي اضافات. الرشة هيك طبعا نغطيه كله ونحطه في الكوشة.
وهذا شكل الطاجين بتاعي. طبعا لما تحمر على الدرجة هذه، ناس تحبه محمر واجد تقدر تخليه يتحمر أكثر. وهذا لما طاب شوفوا شكل كرنب من جوا وهو طيب. طبعا انا قصيته هو مازال ساخن، لكن انت تقدر تخليه يبرد تماما بعدين تقصيه يجيكي متماسك اكثر. بس هو ما شاء الله الحق متماسك زي ما واضح عندكم الصوره. انا قصيته ومازال فيه سخونيه وطلع ما شاء الله. لكن انت من الافضل انك تطلعيه تخليه حاجه 10 دقائق من قبل ما تقصيه وبعدين تقصيه. واذا كان حسيتي انت اول ما رفعتي الطرف الواحد حسيتيه بيتفترش معاكي الطاجين، فخليه يبرد تماما وبعدين ابدي حولي فيه وقصيه وبعدين تسخنيه لما تبي تقدميه. طبعا معروفه في الشتاء الناس كلها تبي حاجه ساخنه. تقدر تسخنيه شويه هيك في ما يسخن لما تقصيه بس. وهذا طاجين الكرنب طبعا طعمته والله بصراحه حلو وخفيف ومفيد اصلا هو وصحي، وتقدر تديري لعويلتك الصغار وهالك واخوتك. حاجه يعني مفيده وفي نفس الوقت ما يفطنوش الطعم متاعها واجده، ما خاصه لما تهرسيه زين. تخلط مع البطاطا حتى العويله الصغار يحسبوه بطاطا او ياكلوه مش يميزوا الطعم متاعه وياخذوا حاجه صحيه ومفيده. وفي امان الله، ان شاء الله يعجبكم طاجين الكرنب متاعي ونتلاقوا في وصفات جديده يا رب. متنسوناش من خالص الدعاء، ومع السلامه. وملاحظة معلش، إذا كانت تبي أي نوع طاجين تبي تديريه أو عجة تبيها متماسكة، فمن الأفضل إنك انتي أو طاجين المجبنة أو طاجين البطاطا كيف تسموا فيها تخليه يبرد تماما بعدين قصي باش تحكمي في الشكل بتاعه يعطيكي شكل حلو ومنظم. مع السلامة.